العاشرة مساء بتوقيت أسماء المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضاء الإلكترونية نحييكم ونقدم لحضراتكم من نشرة أخبار هذا المساء. أستهل معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا. وزارة الزراعة تؤكد عدم وقوع أضرار بالغة جراء قزوة الجراد في البلاد. ورشة عمل حول أهمية الحجر لمكافحة الأمراض الحيوانية. كوبا وإيران تعززان تحالفهما في مواجهة العقوبات الأمريكية. قلق بين العلماء مع ظهور كورونا متحور عند حيوان الملك. واشنطن تفرض عقوبات على السياسي اللبناني جبان باسل. أهلا بكم من التفاصيل. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي أجريت اليوم 7 نوفمبر في الإقليم الجنوبي أظهرت إصابة 7 مواطنين بفيروس كورونا، وقد عاد هؤلاء المواطنين في الأسابيع الماضية من إثيوبيا، وكان 4 منهم في مركز العزل في صنعافة، و2 في مركز العزل بندقرقس، و1 في مركز العزل بترونا. في غضون ذلك شفي 9 مواطنين من مرض فيروس كورونا، كان 8 منهم يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الجنوبي، و1 في مستشفى بإقليم شمال البحر الأحمر. وبهذا بلغت جملة الإصابات بوباء كوفيد-19 في البلاد حتى اليوم 491 إصابة، شفي منها 438، ولا يزال 53 مصابا يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 7 نوفمبر 2020. أفادت وكالة الأنباء الإيطالية نقلا عن مكتب العلاقات العامة في وزارة الزراعة أن التقارير الواردة من مكاتب الوزارة في الأقاليم تبين السيطرة على موجة أسراب الجراد الصحراوي الأولى التي بدأت في منتصف أغسطس الماضي، وتتواصل أعمال التصدي لأسراب الجراد القادمة من إثيوبيا المجاورة إلى كافة أرجاء البلاد بداية من أكتوبر المنصرم حتى هذه الفترة. وأوضح مسؤول وحدة مراقبة الآفات المهاجرة بوزارة الزراعة السيد تيدروس يوم إبادة الجراد المهاجر والمتكاثر داخل البلاد الذي انتشر في مساحة أكثر من 30,000 هكتار، ولا زالت مهام المكافحة جارية بوتيرة سريعة بفضل التنسيق الجيد بين المؤسسات الحكومية المعنية والمواطنين. وأشار السيد حاغوس هايلي مسؤول وحدة الحماية الصحية في قسم الزراعة والأراضي بالإقليم الجنوبي إلى أن الإقليم المتاخم لإثيوبيا المتضرر أكثر شهد تسيير أنشطة مكافحة ناجحة بفضل الاستعداد الكامل المتمثل في تقديم دورات تدريبية وحملات توعية مكثفة وصيانة أجهزة رش المبيدات وإنشاء 6 نقاط عمليات التصدي. ولا زالت تلك الأنشطة الفعالة المنسقة متواصلة. وذكر السيد حاغوس أن الأضرار التي لحقت بالمزارع في الإقليم حتى نهاية أكتوبر المنصرم ضئيلة جدا مقارنة بالأراضي المزروعة، ولا زالت أنشطة السيطرة على الجراد تستمر بفعالية. من جهته أفاد السيد أسرات هايلي مسؤول تنمية النباتات في الإقليم الأوسط تسيير أعمال سيطرة ناجحة على أكثر من 6,000 هكتارات نتيجة لاستمرار قزوة الجراد في الإقليم. وأوضح السيد أسرات بأن الأضرار التي لحقت في الإقليم ضئيلة جدا، ولا زالت أعمال السيطرة على الجراد متواصلة بفعالية. وأوضحت التقارير بتأمين المحاصيل من أضرار الجراد بصفة عامة، فيما تعتبر الأضرار مقارنة بالأراضي النامية على مستوى البلاد ضئيلة جدا بفضل جمع المحصول الذي وصل مرحلة الحصاد في الوقت المناسب والجهود المنسقة الجارية. وتهيب وزارة الزراعة المزارعين وكافة الجهات الحكومية المعنية لإنجاز عملية بجمع المحصيل بوتيرة سريعة. نظم مكتب وزارة الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر ورشة عمل في مصوع يوميها 3 و4 نوفمبر، ورشة عمل حول الحفظ والاستخدام الجيد للأدوية الحيوانية وأهمية الحجر الصحي في مكافحة الأمراض الحيوانية ونتائجها. وأوضح خبير الحجر والأمراض التي تنتقل بالألبان واللحوم السيد وجه برهه
أن الحجر والرقابة له أهمية كبرى في السيطرة على الأمراض الوبائية للحيوانات الآتية من الخارج ومنتجات المواشي والحصول على شهادة عالمية تساعد في التصدير. وقال أن معابر الدخول والخروج المعروفة في الإقليم هي ميناء مصوع ومطار مصوع الدولي ومنطقة قرار المتاخمة من الحدود السودانية، موضحا أن الحجر ومراقبة الجودة للصادر والوارد الحيواني ومنتجاته يسهمان كثيرا في رفع الإيرادات وتقليل المصرفات المالية، داعيا المواطنين لعدم استخدام المواشي التي تدخل عشوائيا من دول الجوار ومنتجاتها وإبلاغ الجهات المعنية. وذكر مسؤول صحة الحيوانات السيد محمود حسين أن الأسلوب الجيد لحفظ واستخدام الأدوية يسهم في خلو اللحوم والألبان من الأمراض ويقلل من مخاطر المقاومة لأدوية المضادات الحيوية، مناشدا المزارعين لاستخدام الأدوية المقررة عبر المهنيين البيطريين. وأوضح وجود 8 عيادات بيطرية في مديريات قلعلو وفرو ومصوع وقندع وشعب وأفعبت ونغفة وقرورة، لكنها ليست كافية لسعة الإقليم وطبيعة الترحال الرعوية واختلاط المواشي المترحلة. ويجري العمل بتجول المهنيين البيطريين إلى المناطق البعيدة عن العيادات لتقديم الخدمات البيطرية. وشددت الورشة على أهمية ترسيخ المفاهيم التي بحثتها مع المزارعين والمواطنين الناشطين في المجال الزراعي، والعمل على تعزيز الرقابة على الأدوية قبل معروف مصدرها وكذلك على المواشي ومنتجاتها، والعمل لتوعية المجتمع عامة والمزارعين خاصة. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم شمال البحر الأحمر السيد ميكيل تكيه في ختام الورشة أن الأدوية الحيوانية والمواشي ومنتجاتها التي تدخل البلاد بطريقة غير قانونية لها مخاطر كبيرة لكونها تدخل دون فحصها بالخبراء، داعيا جميع الشركاء للتعاون مع وزارة الزراعة لوضع حد لها. دعا اللقاء الذي عقد في مدينة أغردت بإقليم القاشبركة للمزارعين لاستخدام المبيدات الحشرية المؤكد نجاحتها عبر المهنيين الزراعيين لإنجاح الجهود الجارية بهدف تحسين الإنتاج الزراعي. وأشار مسؤول مكتب الزراعة في مديرية أغردت السيد تيدروس كبر مريم لدى مخاطبته المشاركون في اللقاء من ممثلين المزارعين في مديريتي أغردت ودقي، أشار إلى ضرورة استخدام المبيدات الحشرية كخيار نهائي، ويجب أن يجري ذلك باستشارة المهنيين الزراعيين، حيث أن المبيدات المستخدمة للقضاء على الحشائش والآفات الزراعية تسبب أضرارا صحية على الإنسان والمواشي وتضر بالبيئة، لذلك يتطلب الحيطة والحذر. من جهته قال مسؤول وحدة مراقبة تنمية المحاصيل في مكتب الصحة بالإقليم السيد إبراهيم هيلا ميكائيل أن على المزارعين استشارة المهنيين الزراعيين فيما يتعلق باستخدام المبيدات الحشرية ونوعيتها وأهميتها، واتباع الإرشادات المهنية جيدا قبل بدء عملية الرش، داعيا إياهم لتوخي الحذر والحيطة تفاديا لإحداث أضرار صحية كبيرة وتلوث بيئي تسبب المبيدات المستخدمة دون استشارة المهنيين الزراعيين. وفي الكلمة التي ألقاها مدير مديرية أغردت السيد إسحاق طعون، ذكر أن اللقاء المنتظم بالتنسيق بين مكتب الزراعة في الإقليم والمديرية يهدف إلى تشجيع المزارعين للحد من الاستخدام الخاطئ للمبيدات واتباع سبل سليمة تضع في الاعتبار صحة الإنسان والماشية وتأمين البيئة، مؤكدا جاهزية إدارته لتنفيذ البرنامج على أرض الواقع. سيداتي سادتي إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. تعهدت كوبا وإيران تعزيز تحالفهما ضد الولايات المتحدة، وذلك خلال اجتماع في هافانا عقد بين وزيري خارجية البلدين في موقف أتى قبل معرفة الرئيس الأمريكي المقبل. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن التعاون بين البلدين في كل المجالات وبخاصة في مجال الطاقة والعلوم والتكنولوجيا لن يتأثر بهذه العقوبات. من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي الكوبي أن زيارة ظريف فرصة مهمة لمواصلة تعميق حوارنا السياسي رفيع المستوى وتشجيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاونية والثقافية، مشيرا إلى أن بلادي تدين الإجراءات القسرية والأحادية التي فرضتها حكومة الولايات المتحدة على جمهورية إيران،
وأنها تدافع عن الحق في استخدام السلمي للطاقة النووية. أعلنت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتا فريدريكسن ذبح كل حيوانات المينك في البلاد التي يزيد عددها عن 15 مليونا، قائلة أن نسخة محورة قد تهدد فعالية أي لقاح في المستقبل نقلت هذه الحيوانات إلى 12 شخصا. وكان لهذا الإعلان تأثيرا قنبلة في وسائل الإعلام العالمية في مناخ يسود فيه إحباط شديد في مواجهة كوفيد-19 الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص في أقل من سنة. ويعتبر خطر انتشار كوفيد-19 من الحيوانات إلى البشر منخفضا جدا وفق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في هذه المرحلة. بالإضافة إلى حيوانات المينك، تم تحديد إصابات بكوفيد-19 لدى حيوانات أخرى آكلة لحوم خصوصا القطط، لكن أيضا لدى الكلاب والنمور والأسود في حديقة حيوانات نيويورك. وبعد إعلان الدنمارك، دعت الأكاديمية الفرنسية للطب المصابين إلى تجنب الاتصال بحيواناتهم الأليفة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على السياسي اللبناني النافذ جبران باسيل حليف حزب الله بسبب تورطه بالفساد واختلاس أموال الدولة. وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات تعني تجميد كل الأصول العائدة لباسيل في الولايات المتحدة، وطلبت من المصارف اللبنانية التي تجري تعاملات بالدولار الأمريكي تجميد كل أصوله في لبنان. ومن الأسباب التي أوردها البيان أن باسيل الذي تبوأ مناصب رفيعة في الحكومة اللبنانية بما فيها وزير الاتصالات ووزير الطاقة والمياه ووزير الخارجية والمغتربين متورط بمزاعم كبيرة بالفساد. ويعد باسيل من أكثر الأشخاص قربا عن عون الذي يعتبره بمثابة وريثه السياسي، وهو رئيس التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشيل عون. أظهرت نتائج بيانات رسمية توسع حجم التجارة الخارجية الصينية بنسبة 4.6% على أساس سنوي في أكتوبر. وذكرت المصلحة العامة للجمارك أن الصادرات قفزت بنسبة 7.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9% من حيث القيمة باليوان. وذكرت المصلحة في بيان لها أنه في الشهور العشر الأولى بلغ إجمالي التجارة الخارجية للسلع بالصين 3.91 تريليون دولار أمريكي. وظلت رابطة دول جنوب شرق آسيا أكبر شريك تجاري للصين خلال هذه الفترة، يليها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ولعبت الشركات الخاصة دورا هاما في دفع نمو التجارة، حيث توسعت تجارتها الخارجية بنسبة 10.5% في الأشهر العشر الأولى، لتشكل 46% من الإجمالي بالنسبة للبلاد وفقا لبيانات المصلحة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. في أمان الله.